الله لطيف بالعباد، الله رحيم بالعباد، الله رؤوف بالعباد. هما التلاتة زي بعض ولا في فرق ما بينهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح بها الأبواب المغلقة. في يوم من الأيام في مصر القديمة كان في فرعون جبروت، طغى وفسد وظلم في الارض. يوم من الايام نام وحلم ان ملكه بتاكله النار، والنار دي جايه من بيوت بني اسرائيل. اما فزوع ونادى المستشارين بتوعه، وكان تفسيرهم للحلم ان في ولد هيتولد هيكون على ايديه زوال حكمه، فامرهم بقتل اي طفل حديث الولاده في بني اسرائيل. في الوقت دوت سيدنا موسى كانت حامل في نبي الله، واخفت حملها وتلاشت التعامل مع الناس لحد ما تولد. المهم بعد الولاده هنيجي هنا لاول نقطه، وهي لطف ربنا بالعباد. ربنا أمرها ترضع طفلها اللي هو نبي الله موسى وتحطه في صندوق وترميه في البحر. ثانية واحدة، إيه اللطف في إن أنا أرمي ابن الرضيع في صندوق في البحر؟ وهنا الله لطيف خبير، يعني ربنا بيعرف أدق تفاصيل الأمور وخبايا الأمور وضمائر الناس وما تحمله من خير وشر، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيحسن إلى البشر حيث لا يحتسبون. المهم سيدنا موسى نفذت الأمر الإلهي ووضعت نبي الله موسى في الصندوق ورمته في البحر أو في النيل. سبحان الله، الصندوق وصل لبيت فرعون لنفسه. هنا بنيجي لرحمة ربنا اللي وضعها في قلب زوجة فرعون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولد، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سبحان الله، لحد هنا حلو قوي. شفنا اللطف وشفنا الرحمة، الرأفة بقى والرؤوف. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. حلو قوي كده. حرمنا عليه المراضع. وهنا الله رؤوف بالعباد، والرأفة معناها أعلى شيء وأعلى شكل من أشكال الرحمة. الرحمة البيور زي ما بيقول. أنت متخيل ربنا بيدبر الأمور إزاي؟ في الأول بلطفه إنه حافظ على سيدنا موسى من عدوه، ورحمته إنه يتربى في بيت عدو، ورأفته بأم سيدنا موسى نفسها. ربنا رأف بيها وحالتها كأم وطبطب عليها وعلى قلبها وعلى عينيها، ولتعلم أن وعد الله حق. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلي عندك دايما حسن ظن بتدابير ربنا، واعمل اللي عليك فأمورك يدبرها اللطيف الرحيم الرؤوف. ولحد هنا الفيديو خلص. لو عجبكم ادعمونا بلايك وشير، وما تنسوش تدعوا اخواتنا في قطاع العزة والكرامة والبطولة. كنت معكم مصطفى سعد، والسلام عليكم.